قرية صغيرة في الصعيد بتطلع منتج بقى ينافس أوروبا نفسها. في قلب مركز ملاوي بمحافظة المنيا قرية اسمها البرشة قدرت تعمل حاجة محدش كان متوقعها، حولت الجبن البلدي من شغل بسيط في البيوت لمصدر دخل بالدولار. القصة بدأت زمان جدا من بيوت بسيطة بتربي الجاموس وتعمل جبنة بيضة في أواني فخار، لكن مع الوقت الموضوع كبر وبقى صناعة كاملة لدرجة إن جبنة البرشة بقت بتتصدر لبلاد زي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. والسر وجود لبن جاموسي طبيعي بنسبة دسم عالية جدا من غير أي إضافات أو مواد حافظة، وده اللي خلى المنتج يبقى مميز وطعمه مختلف، خاصة في أسواق بقى بتدور على الأكل النظيف والطبيعي. اللي حصل مش بس نجاح منتج، ده نجاح قرية كاملة أغلب أهلها بقوا شغالين في الصناعة دي بشكل مباشر أو غير مباشر، وبقت مصدر رزق أساسي ليهم وخلت مستوى المعيشة يتحسن بشكل واضح. بس رغم النجاح ده لسه فيه تحديات، أهمها إنهم يحافظوا على الجودة اللي مطلوبة أوروبيا ومحتاجين دعم علشان يوسعوا التصدير أكتر. أجمل حاجة في الحكاية إنهم محافظين على نفس الطريقة القديمة، نفس الطعم، نفس التراث، بس وصلوا بيه للعالم كله. من الآخر دي مش مجرد جبنة، دي حكاية نجاح من قلب الصعيد ووصلت للعالم كله.